بصوا بقى الحركة دي يا حلوين، جامدة جدا وهتعجبكم. احلى طريقة لتحمير البطاطس. هتجيبوا البطاطس، هنقطعها التقطيعة اللي انتوا عايزينها زي ما انتوا حابين. وهنشفها من المية خالص، مش هنحط عليها ملح ولا هنحط عليها اي حاجة. هنجيب الطاسة بتاعتنا، نحط فيها الزيت ونحطها على البوتاجاز. تمام. هنعمل ايه؟ الطاسه او الزيت مش هنخليه يسخن قوي. بصوا انا طول عمري اقول ايه، لا لازم نحط الزيت يبقى سخن جدا ونحط البطاطس فيه علشان ما تشربش زيت وبتاع ومش لا، ولا هتشرب زيت ولا اي حاجه خالص. انتوا بس اعملوا ايه زي ما بقول لكم كده، الزيت يبقى يا دوبك ان هو يسخن، ما يتقدحش زي ما كنا بنعمل ونحط وتش وبتاع والكلام من ده. وخلاص بقى. بصوا انتوا ايه، كمان البنات الصغيرين اللي بيخافوا ان هم يتلسعوا، احنا بنحط في الشياله اللي هي بنشيل بيها ديت وبننزل في الطاسه، ولا هنتلسع ولا اي حاجه خالص. حتى احنا كبار برضو بنخاف ان احنا نتلسع يعني. المهم ايه، زي ما بقول لكم كده، الزيت يا دوبك ان هو يسخن، وهنخلي النار مش هنخليها عاليه بقى ان الزيت لازم يبقى سخن وبتاع وكده، لا 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 لا، خليها متوسطه. تمام. ونسيبها براحتها خالص، وما تجيش جنبها ولا تقلبيها خالص غير لما تحس ان هي ايه، اتشمعت كده. تمام. لان طول ما هي لسه ما اتشمعتش بتحسيها طريه كده، ولو قلبتي هتتكسر منك. فانتوا خلوها لما تتشمع خالص ما تجيش جنبها، وسيبيها تستوي يعني تتحمر على نار هاديه خالص، يعني متوسطه، ممكن نقللها سيكه كمان عن المتوسطه. اوكي. ونيجي بقى في الاخر خالص قبل لما نيجي نطلعها، نعمل ايه، نعلي النار، نخليها الدرجة بتاعت النار العالية بتاعتنا. تمام. ونسيبها تكمل ايه التحميرة الاخرانية دي ايه خالص. بصوا اضمن لكم هتاكلوا بطاطس مش عايزة اقول لكم تحفة ومقرمشة وخطيرة ومش هتطرى. لما تطلع بقى هنحط عليها الملح بتاعنا، ونحط عليها بهارات البطاطس بتاعتنا، ناكلها بالكاتشب بقى، ناكلها بالمايونيز، بأي حاجة احنا عايزينها. بس بجد بجد الطريقة ديت حلوة جدا جدا. انا عايزة اقول لكم انا نفسي اكتشفت الطريقة دي بالصدفة. طول عمري لا، الزيت لازم يبقى سخن ولازم النار تبقى عالية وبتاع، لا بس بجد الطريقة ديت لو جربتوها مش هتبطلوا تحمروا البطاطس بيها، هتطلع معاكم مقرمشة وخطيرة بجد. يعني هتشكروني عليها. جربوها وقولولي نجحت معاكم ولا لأ. ان شاء الله هتنجح.